وأقول الله يرحمه. يعني هذا المؤمنين يا رجل يعني بايعوه كبار الصحابة. لا لا حتى انت هذا السؤال يعني أنت بعدين أجب يعني. تمام. يعني إذا يقول يزيد أمير المؤمنين فاتح كبير. اسمع، يقول يزيد لك والله أنتم لا. وبعدين الله يقول أتحداك تعطيني إنسان مسلم كفر يزيد، أتحداك. لن تستطيع يعني أن تعطيني عالم كفر يزيد. هذا يثبت أن كلامك باطل وكلامك ليس له. قد يحبون يزيد. ليس له. أنا ما انتهيت. عندك عالم كفر يزيد؟ والله العظيم شيخ، عندما الله يقول هذا كذب اللي تسمعه. هل تملك دليل؟ شيخ أسد أنا كان والله ابتلينا بشيخ أسد بل اكتم ودي يكتم ودي لا يستطيع أن يجيب. الميكروفون اللي جاي يتكلم سنة شيعي. شو؟ يزيد أمير المؤمنين. يابا لحظة، شنو شيخنا ما افتهمت. الأخ اللي جاي يتكلم الآن سني ولا شيعي؟ والله هي شيخنا هي عيقت أنا مدري صارت. أخونا لحظة، هذا سني لا يستطيع أن يجيب. لا يستطيع. اصبر عمار، لا يستطيع. اصبر يعني هذه عقليتكم أنت. من كفره؟ من قال لك أن المسألة مرتبطة بالتكفير؟ هذا سني يا معاوية. لحظة يا عمار، لحظة. أنا ما أريد أن أصحح لك. أنا لا أريد أن أصحح لك، ولكن أريد أن الناس يفهمون. اصبر يا عمار، اصبر عمار. والله يا شيخنا أنا بس أعتب على شيخ. لحظة أنا أعتب بس عتبي على شيخ أسد بس، ما عندي عتب. لحظة يا عمار، شلون شغله يا عمار؟ باوا شيخنا بس عتبي عليك. أنت ملاحظ من جابوا اسم يزيد شلون صارت هوسه، شلون انتفضوا. ادق على راسي، ملاحظ ايش قد يحبون يزيد. انا اريد احكي، بس هذا ما يخليني احكي. اكو قضيه ما يخليني احكي. يا عمار راح نكتب لك عمار. قال لي عمار اقول له لحظه خلينا نص الجميع. شيخ اسد ما يخلوك لين يزيد بقلبهم ناقع. انت تضرب قلبهم ما يخلوك. لا ترفع صوته. شوف ايش قال له. قال له اتحداك ان تاتيني بشخص واحد كفر يزيد. يعني شنو اذا كفر يزيد؟ هو منو يعني شنو قضيه كافر ومسلم؟ اخواني الكرام، هذا الكلام للعقلاء. تقسيم الناس الى كافر ومسلم. ما اقول لك لا، اقول لك خليني اسولف فرشين ينفع الناس. هو طفر شو اسوي يا شيخنا؟ تفضل. تقسيم، اسمع يا عمار لعلك تنتفع. تقسيم الناس الى كافر ومسلم لا يرتبط بقضيه ان هذا في الجنه وهذا في النار. تقسيم الناس الى كافر ومسلم يرتبط بقضيه المعاملات. انا كانسان، هذا نظام دنيوي. والدليل انه عمار يدعوهم الى الجنه ويدعون الى النار وهم كانوا يصلون. طيب خلينا نكمل بس الفكره. شوف اخوان الكرام، كافر مسلم ليش قسمناهم بهذا التقسيم؟ هذا اجمل؟ لا. هذا اغنى؟ لا. هذا راح يدخل للجنه حتما؟ لا. هذا يدخل للنار حتما؟ ايضا لا. هذا التقسيم لاجل امور الدنيا. لما اعرف ان فلان كافر راح يكون نجس، الذبيحه اللي يذبحها ما اكل من عندها، ما اقدر ازوجه، ما اقدر اتزوج منه لاجل هذه. اما لما يكون هذا مسلم، احكام الطهاره واحكام الكذا. هذا التقسيم لاجل ترتيب امور الحياه، مو ترتيب امور الاخره. هنالك من المسلمين من هم اشد عذابا من الكافرين. المنافقون في ظاهرهم مسلمون يحكم عليهم بالاسلام، ولكنهم في الدرك الاسفل من النار. ليس كل مسلم يدخل الى الجنه، كما انه ليس كل كافر يدخل الى النار. لماذا؟ لان بعض الكفار لم يسمع شيئا، لم يعرف شيئا، لم تقم عليه الحجه، هذا شأنه يختلف. كذلك الامر بالنسبه للمسلمين. هنالك من المسلمين من اضروا الاسلام والمسلمين اكثر
بأضعاف المرات مما فعل الكافرون. فهذا التقسيم يعني إذا قلنا هذا مسلم لا يعني أنك حكمت عليه بالجنة، لا يعني أنه خلاص، وإلا فالمنافق مسلم. ما تفضل به الأخ: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. آيات كثير. الذي يموت مسلم وهو مستمر على شرب الخمر، الذي يكون مسلم ولا يصلي، الذي يكون مسلم ويموت على الزنا. فأنتوا أنت ما فاهم الموضوع، ولا كونه مسلم شنو يعني مسلم؟ شنو يعني هو مسلم؟ أبو عاشا النووي قبل قليل يقول لك يزيد رحمة الله عليه، وهذا يقول لك أمير المؤمنين. زين إذا أمير المؤمنين أعطينا مداخلتنا أستاذ واد. نعم يزيد أمير المؤمنين بإجماع الأمة، بإجماع الأمة أمير المؤمنين، شاء من شاء وأبى. أميرك أنت اللي تقبل أن يكون أميرك فاسق وفاجر، مو أنا. أنت ترضى أن يكون أميرك مراقب القروض، أنت تقبل، لأنه أنت على نهج أميرك يشرب خمر، أنت عندك الخمر عادي. هذه مسألة تخصكم أنتم، لا تعلم على الناس. أستاذ واد رتب الوضع. أريد أقدم الأخ عمر، لكن خلط الشيخ معاوية الشامي. بس قل لي ليش تحب يزيد وتتمنى أن تحشر مع يزيد؟ بس أريد أفتهم. أولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا شيخ معاوية. أهلا شيخ معاوية. الله يحفظك يا أستاذ عمار، إلك ولا أبو عائشة النووي. بس بالنسبة أرد على الأخ قبل شوي عم يحكي عن يزيد. نحن المسلمين نفهم الدين بفهم السلف الصالح وبالحديث شلون شله ابو عاشه مفضل معاويه الشامي، واحد يسلم على الاخ وكلهم يزيديه، الله وكيلك. بس كل واحد كل بعض. حياك الله يا شيخ معاويه الشامي، كيف حالك؟ انا يهمني حكي الشخص اللي كان يتكلم قبل شويه، الشخص يا مو انا الكفر وهي طايره. شيخنا تعطيني مجال. اي الشخص يعني اللي كان يتكلم قبل شويه غير اقول له ادري متى وقتي. تفضل شيخ، غير اجيب لك اياه، تعطيني صبر. تفضل. مو سالم. هذا الاخ اللي كان قبل شويه يتكلم، اللي جاب الايه الكريمه واللي قاطعوه الجماعه هذا. هذا موجود. هذا انا اول مره كتبت على سالم. يعني شيخ من السنه من الشيعه. يا بتطبع شيء للمشايخ، شيخ اسد مو شيخ معاويه الشامي. وانا ضميرك حجي وعد، والله ظلمت هذا اللقب المشايخ. سويت معاويه هذا اللي جسمه تسوي شيخ، جربت بحق المشايخ حجي وعد. لحظه شيخ فهد النوبي جانا حجي هذا اذا فتح الكاميرا احضره. البارحه فتح كاميرا ويطلع صور. وليش تسالنا ابو انت المشرف العام؟ ما صعده، بس اذا فتح لا تفتح كاميرا، لا تفتح كاميرا يطردوك من البث. تفضل الشيخ معاويه، ارجوكم اعطوا للعلماء دورهم. تفضل معاويه الشامي. يا استاذ وعد، بالنسبه ليزيد امير المؤمنين نحن ما عم نجيب شيء من كيسنا. نحن انا عم بحكي باللغه العامه. يزيد من نصبوه ومن انتخبوه كبار الصحابه، واولهم سيدنا عبد الله بن عمر، هذا تلميذ النبي. اي اولا. اما يزيد ليس معصوم. ثانيا ليست اي روايه صحيحه انه يزيد امر بقتل الحسين. والله يا ضحك. ثانيا في حديث سيدنا النبي بيقول والله العظيم. لحظه يا معاويه خرج يفرق جمعكم اضربوه بالسيف ايا كان. سمعتوا؟ والله عمي معاويه بالنسبه لعقيدته حقه. يقول لك انا البخاري يقول لي ايا كان يخرج عليكم اسم الحسين عليه السلام اضربوا عنقه. يقول لك سيدي عبد الله بن عمر هو اللي اسس لي هاي المدرسه. فانت ليش تحكي على معاويه الشامي؟ ليش يا استاذ واد حجي هو طلب احد من كفر يزيد. هذا الصواعق المحرقه لابن حجر الهيثمي يقول في الجزء الثاني صفحه 634 قال: وقال الذهبي ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربي الخمر
وإتيانه المنكرات اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره. رواية ضعيفة لا تصح. هذا ابن حجر الهيثمي. اسمع، ما تستدل علينا برواية هذا الذهبي، هذا قول الذهبي ليس لها عين. اسمع، ما يقول هو بعد اتفاقهم على فسقه اختلفوا في جواز لعنه بخصوص البخاري خالف. لا تفتح الكاميرا. لا ليش تشوش؟ دقيقة. يقول البخاري ريت علماء الآن. اسمع وبعد اتفاقهم على فسقه اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه فأجازه قوم منهم ابن الجوزي، ونقله أحمد بن حنبل عن أحمد وغيره، فإنه قال في كتابه المسمى بالرد على المتعصب العنيد المانع من دم يزيد: سألني سائل عن يزيد بن معاوية فقال له يكفي ما به، فقال أيجوز لعنه؟ فقلت قد أجازه العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل، فإنه ذكر في حق يزيد ما يزيد على اللعنة. ثم روى ابن الجوزي على القاضي ابن أبي يعلى الفراء أنه روى في كتابه المعتمد في الأصول بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد، فقال: يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقال: في قوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا فيقول قال ابن الجوزي إلى آخر الكلام. يلا يا كريم، هي غير محكمة. هذا لا أنت قلت منو من المسلمين كفر يزيد ولعنه؟ هذا أحمد بن حنبل. يلا تفضل، كفر أحمد بن حنبل. يا ابو كريم بالنسبه احمد بن حنبل، انت قلت من المسلمين، انت قلت من المسلمين كفر يزيد او لعنه. تفضل. احمد بن حنبل وابن الجوزي ايضا يقول، وكثير منهم، الآلوسي ايضا. احمد بن حنبل لم يكفر. هل احمد بن حنبل يقول فقال: يا بني وهل يتولى، اسمع، وهل يتولى يزيد احد يؤمن بالله؟ انت تؤمن بالله؟ انت طلعت ما تؤمن بالله. والله يرسلونيش على يزيد والله العظيم. شوف احمد بن حنبل يقول اللي لا يؤمن بالله فقط يحب يزيد. انت لا تؤمن بالله. اسمع الجواب. انتم لا تؤمنون بالله. احمد بن حنبل يقول، احمد بن حنبل يقول انتم لا تؤمنون بالله لان تحبون يزيد. يا رجل انت قد لا تحب انسان معين. احمد بن حنبل امام السنه، امام الحنابلة، هو يقول. خلي عمر لحظه، خلي عمر ابو فاطمه يرد عليهم. ابو عمر يعني سني وترك السنه. اريد نشوف ابو فاطمه. عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ، هذا ابو فاطمه اذا بنته علمته الدين معناتها ايش كان عم يقرا القران؟ هذا الدين كان ما بيعرفه. تفضل. ايه ابو فاطمه انت الان لا اسمعني، اسمع سؤالي. يلا اسمع الان. اول ما ذكر يزيد بنته علمته الدين، بنته صغيره عبول علمته الدين، الحمد لله، الله يستر عليه. اول ما ذكروا يزيد انت شفت الحسيكه شلون طلعت، وشفت انه شلون الان انفجروا في البث. سؤالي، انت عندما كنت سني يعني معقوله هذا دينكم؟ تفضل. طيب، اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وبياكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج وعد اذا لم يكن هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما يتكلم المستبصر يعني يقاطعوه، أنا ما بعرف. لا أنت ما سمعت ماذا قال. قال لك السلام على من اتبع الهدى. نعم. اي تفضل. حاج وعد إذا لم يكن هذا النصب بعينه والبغض لمحمد وآل محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فما هو النصب إذن؟ والناصبي أنجس من الكلب والخنزير. هاي أول شيء. حاج وعد، أنا في يوم من الأيام تصورت نفسي صاعد إلى مكان مرتفع وبيد القرآن الكريم، ومن هذا المكان المرتفع أنظر إلى الحقبة الزمنية، إلى التاريخ الذي كانوا به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفتحت القرآن الكريم وأقرأ
أقرأ الآيات القرآنية وأسقط هذه الآيات القرآنية على هذا المجتمع، فلم أرى مكتوب في القرآن الكريم ما ينطبق على هذا المجتمع أو على هذه الحقبة الزمنية. وما قاله القرآن في هؤلاء، كل ما في القرآن يخالف ما هو في التاريخ الذي نظرت إليه من هذه الهضبة المرتفعة، وكل ما في التاريخ يخالف القرآن الكريم. يعني عندك، أنا بدي أجيب لك آيتين فقط لأنه لا أريد الإطالة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب انظر هؤلاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وهؤلاء الصحابة في الآية القرآنية رحماء بينهم. وين الرحمة اللي كانت بيناتهم وهم يسبون بعضهم البعض ويبغضون بعضهم البعض، حتى أنهم وصل فيهم الحد إلى أن يضربوا بعضهم البعض بالأحذية حيشاكم، وقاتلوا بعضهم البعض وقتلوا بعضهم البعض؟ أين الرحمة؟ أين هذه الآية القرآنية؟ أريد أن أسقطها على من أسقطها؟ لا يوجد. طيب، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هؤلاء، هاي الأمة، أمة محمد، أريد أن أسقط هذه يعني عندما حاربوا بعضهم البعض وقتلوا بعضهم البعض كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندما قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين عليه السلام، هؤلاء كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا حاج وعد، إما أن نطعن بالقرآن الكريم ونقول أن القرآن والعياذ بالله كذب علينا ونقول أن التاريخ هو الصحيح، هذا هو، وإما العكس، نطعن بالتاريخ ونضربه عرض الحائط ونقول أن صدق الله العلي العظيم. وهؤلاء كذبوا علينا، يعني ينسبون ما أخفوه علينا طيلة هذه السنين إلى الفتنة، أنه أخفوا كي لا تكون هناك فتنة. يعني إخفاء أعظم حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، حديث الثقلين، بل أنهم لم يخفوه، بل أنهم حرفوه وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيلة هذه السنين أنا أسمع كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. طيب ليش تكذب أنت على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني هذا الكذب، هذا الإخفاء. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، عاصم من الضلال. هذا الحديث يعصم الأمة من الضلال. تيجي أنت تخفيه أو تكذب على رسول الله صلى الله عليه وتحرف هذا الحديث لأنه ستكون فتنة. يعني إذا قلت هذا الحديث، يعني معقول هذا الكلام؟ يعني لماذا كذبتم طيلة هذه السنين علينا رحماء بينهم وكنتم خير أمة أخرى؟ هذا القرآن الكريم وهذا التاريخ، أنا أقرأ التاريخ وأقرأ السنة النبوية الشريفة ما هي في كتبهم، لا أجد أن هناك أي شبه على الإطلاق، بل على العكس هذا يخالف القرآن الكريم. فمن أصدق أنا؟ من أصدق؟ أصدق التاريخ وما هو في كتبهم وما هو في سنتهم، هاي مو سنة محمد صلى الله عليه وآله، أما أصدق القرآن الكريم. يعني وجب أن يكون هناك حل ثالث كي نخرج من هذا المأزق اللي إحنا فيه. إما نضرب التاريخ وننفيه وما موجود تاريخ وكل التاريخ هذا كذب، وإما القرآن كذب علينا وقال هؤلاء كانوا رحماء بينهم وأحباء وأصحاب وما شاء الله عنهم، وهاي الأمة بالفعل كانت خير. طيب والحل أنت مثل ما أنت وصلت الحقيقة لك الآن، شنو دورنا الآن إحنا في هذه المرحلة حتى نوصل هذه الحقائق للآخرين؟ حبيبي حاج وعد، والله اللي عنده عقل يعني يفتح قلبه ويفتح عقله ويبحث بشكل مجرد، والله الحقيقة باينة يا حاج وعد، الحقيقة باينة. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة عندهم موجودة، والله موجودة. طب الآن في حقيقة نعرضها الآن أبو فاطمة. القرآن يقول في 6 أيام، أبو هريرة يقول في 7 أيام. يقولوا له مين نصدق؟ ولما كشفوه طلع الكلام جايبه من كعب الأحبار وليس من النبي، يعني هم نسب إلى النبي وهم كذب على النبي
وهم ضربوا القرآن الكريم، شو نسوي؟ الان دورنا احنا، دوركم انتم يا الشيعه، دور المستبصرين ليبينوا الحقيقه. يعني كل واحد من المستبصرين ابو فاطمه هو المستبصر المظلوم اذا ما عنده قناه وما عنده امور يظهر بها وما عنده مؤسسات والله وبالله اقسم لك بالله انه هاي القناه مالتك، والله قناتنا احنا المستبصرين ايضا قناتنا. انا اريد اقرا للشيخ ابو عائشه فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء حينما سئلوا عن يزيد ابن معاويه. هو الان يا اخوان الشيخ ابو عائشه مع احترامي له واعتزازي به، هذا الرجل لاخلاقه وهدوءه، ولكن هو ينحرف عن الجاده وحتى عن المنهج السلفي، جميع السلفيه وحتى عن ابن تيميه. فتاوى اللجنه الدائمه برقم 1466 يقول السؤال: ان كثيرا من الاتراك المسلمين يلعنون معاويه وابنه يزيد على الدوام، فهل هم محقون في لعنتهم ام لا؟ طيب الكلام طويل الى ان يقول: ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، اذا علم ذلك فمن اصول اهل السنه والجماعه في اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. كلام طويل، اخذ المختصر من كلامهم. يقولون ما هذا نصه، يقول: ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل عليا على انه خليفته او انه يستحق الخلافه. ثم يقول: وان هؤلاء خارجون عن طاعته، راى ان يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعه. ثم يقول: وقتلوه من هم، يتكلم عن الامام الحسين، من هم في جيش علي. واما يزيد بن معاويه فالناس فيه طرفان ووسط، واعدل الاقوال الثلاثه فيه انه كان ملكا من ملوك. يعني هناك ثلاثه اراء، هناك ثلاثه اقوال، هم لم يجزموا بقول من الاقوال. اسمع اخوي العزيز، ثم يقول هناك ثلاثه اقوال، فتوى اللجنه، يعني لم يحسموا الامر. لا قاطع عمار انت هذا الكلام ما تعرف، لا قاطع. الان رأي اللجنه الدائمه ماذا تقول؟ تقول: واما بالنسبه لترك المحبه فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي واحدا من الملوك السلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، لا يجوز شرعا حبه، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه، فسق وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة، فاسق ظالم لا يجوز شرعا محبته.